ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه. والصلاة والسلام على القائل: لكل شيء عروس، وعروس الجنة عسقلان. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمة الرباط، وعلى نعمة الثبات، وعلى ما ابتليتنا به أجمعين فكنا بإذنك من الصابرين. أيها الأحباب، مثلي هنا لا يعطي درسا لمثلكم، فكلنا نعيش على مدى عامين نتأهب للانتقال إلى الله، نتكفن صبح مساء. لكنني هنا أحمل ضياء ابن عمي رسالة لرسول الله لا غير. وقبلها لأخبركم عن ضياء. قبل استشهاده بأقل من ساعة كان يتلو قوله تعالى: يوم يعض الظالم على يديه. وهذه رسالة عاجلة لكهنة المعبد في بلاد الحرمين، ولكهنة المعبد في الأزهر، ولكل لحية سقطت أمام صمود أهل غزة، ولكل علم تمسك بالحيض والنفاس ولم يحرك جيشا ولم ينصر مسلما. نخبره ما كان يتلوه ضياء: يوم يعض الظالم على يديه. يا ضياء، طبت وطاب ممشاك، ولقد سبقت وقت القيام، فعندما تركناك في المستشفى وعدنا إلى البيت ليلى وقت القيام، وإذا بجواله يرن وقت منبه القيام، وكأنه سبق ليقيم الليل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ضياء، أقسم بالله لأنه أحسن مني خلقا وخلقا، أقسم بالله أنه لأحسن مني خلقا وخلقا. يا ضياء، أخبر رسول الله أنك مثلنا من المرابطين، لم نفرط بأرض الرباط مقابل جنسية أمريكية نفتخر بها. يا ضياء، أخبر رسول الله أن الحكام أصبحوا عبيدا لترامب، ليس فيهم المعتصم ولا الفاروق ولا أبي بكر ولا الرشيد. يا ضياء، أخبر رسول الله أن جيوشنا بها العتاد، ولكن ليس فيها لا خالد ولا المثنى ولا الحارث ولا القعقاع ولا بيازيد ولا المعتصم ولا صلاح الدين ولا قطز. يا ضياء، أخبر رسول الله، أخبر رسول الله أن العلماء ما ورثوا دينك ولا ورثوا ميراث النبوة، إنما ورثوا رواتب السيسي وبن سلمان. أخبر رسول الله أن جيش الكنانة الذي وصيت بهم يا رسول الله يحاصروننا، يمنعون عنا الطعام والماء ويسلموننا ليهود. يا رسول الله. يا ضياء، أخبره أنهم خانوا أخوة الإيمان وأخوة الإسلام، وأنهم أسلمونا كما أسلم إخوة يوسف في البر. يا ضياء، لا تثيب عليك، فمثلك لم يبع هذه الأرض من أجل حفنة من الأموال، ولا رواتب من السلطان، ولا جنسية أمريكية تفتخر بها في السوشيال ميديا، ونحن نقتل ونذبح على مقصلة الرباط. أخبره أنه صادق مصدوق يا ضياء. رسول الله حين أخبر أنهم لا يضرهم من خذلهم، خذلونا يا رسول الله، خذلنا الشيوخ والحركات والدعاة والجيوش، خذلتنا أمة تعدادها أكثر من 2 مليار مسلم. يا رسول الله، هذا ابن عمي إليك وفدا، اللهم فاجعله رفيقا لرسول الله في الجنة، اللهم اجعله رفيقا لرسول الله في الجنة. آمين. استودعناك الله يا ضياء، اللهم تقبله يا رب، اللهم تقبله يا رب. أعظم الله أجرا، شكر الله سعيكم، والمصاب واحد ولا حول ولا قوة إلا بالله.